أسعدتم أوقاتا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة، لكن قبل ذلك لدينا إعلان التماس رؤية هلال شهر رمضان المبارك. ينوه دار الإفتاء والشؤون الإسلامية بأنه من المحتمل ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1439 هجريا، الموافق 15 من مايو 2018 ميلادي، وعليه مطلوب الاجتهاد في التماس رؤية الهلال هذا المساء. فمن رأى الهلال عليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف، وعلى أي مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف ثبتت لديه الرؤية عليه الاتصال بالمكتب المركزي لدار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإثرية بأسمرة برقم الهاتف 12 42 88. فإذا ثبتت رؤية الهلال اليوم فسيكون يوم غد الأربعاء قرة شهر رمضان لعام 1439 الموافق 16 من مايو 2018، وإن لم تثبت رؤيته اليوم فسيكون أوله الخميس 17 من مايو 2018. أعاننا الله على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإثرية. أما الآن مشاهدينا الأفاضل إلى أبرز العناوين. وزارة الإعلام تصدر تصريحا عن المؤامرات الإثيوبية السودانية. تدشين نصب تذكاري في جبهة دقة محرة. دعوة لزيارات طلابية منتظمة للمواقع الأثرية. أكثر من 59 قتيلا فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. مقاتلو طالبان يضيقون الخناق على مدينة أفغانية. والكوريتان تعقدان محادثات رفيعة المستوى. تصريح وزارة الإعلام: في الوقت الذي تجري فيه حملات دعائية تضليلية يائسة ومكثفة، اتفقت الحكومتان الإثيوبية والسودانية خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء إثيوبيا الجديد إلى الخرطوم قبل أسبوعين من أجل تقديم الحكومتين الدعم الكامل على حدود البلدين لما يدعونهم المعارضة الإثرية لتنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والسماح لها بحرية التنقل عبر الحدود وتوفير التجهيزات اللازمة لها. ولفعالية تنسيق العملية كلف من الجانب الإثيوبي المدعو برهان القنصل في السفارة الإثيوبية ومنسق التنظيمات الجهادية الممولة من قطر، ومن الجانب السوداني اللواء حمد المصطفى، أن القصة ورغم كونها ليست جديدة تدعو للاستغراب والتعجب. وزارة الإعلام 14 من مايو 2018 أسمرة. دشن قائد هيئة أركان قوات الدفاع الإثرية الفريق فيليبوس ولد يوهنس في 12 من مايو نصبا تذكاريا أقامه أعضاء جمعية الفرقة العسكرية 52 سابقا في جبهة دقة محرة التي شهدت حرب التحرير الختامية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 للاستغلال. وقالت رئيسة الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 52 المناضلة ترحاس عندمرين في الكلمة التي ألقتها في المناسبة التي شهدت أيضا مسيرة طلابية أن برنامج إقامة النصب التذكاري وزيارة مقبرة الشهداء يهدف التأكيد مجددا الثبات على عهد الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للاستقلال. وقدم المشاركون في معارك جبهة دقة محرة وخاصة جناح الفلبة وحرات شرحا لطلاب مدرسة دقة محرة الثانوية وسكان المنطقة بشأن البطولات التي شهدتها الجبهة. من ناحية ثانية قام أعضاء جمعية الفرقة العسكرية 52 سابقا بزيارة تفقدية لسدي عدهل وقرقرة في 11 من مايو، وقدم لهم شرحا من الجهات المختصة حول برامج التنمية وأهدافها. افتتح رسميا في مدرسة بان المتوسطة بغداد في 14 من مايو أسبوع الاستغلال في مدارس الإقليم الأوسط تحت شعار لننفذ الرؤى بالعمل. ودشن حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولاي والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف ساير معرض الصور الموعد بالمناسبة. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر في المناسبة أن أسبوع الاستغلال في المدارس له دور كبير لتقدم العملية التعليمية والحفاظ على قيم المجتمع، مشيرا إلى مشاركة 300 مدرسة في الأسبوع بأنشطة تعكس مضمون الاستغلال.
من جانبها أوضحت مديرية قذائف السيدة تبلز تولدة أن أسبوع الاستغلال في المدارس له مميزات إشراك الطلاب الشباب في البرامج الجارية إلى جانب إسهامه في مضاعفة احتفالات الاستغلال. وتقدم في الأسبوع الذي يتواصل حتى 19 من مايو أنشطة ثقافية وفنية متعددة. دعا طلاب مدرسة سمهر الثانوية لجعل زيارات المواقع التاريخية والأثرية ضمن الجدول السنوي للمدارس. وأوضح الطلاب الذين زاروا ميناء الدوليس الأثري أن مشاهداتهم والشرح المقدم من الخبراء أثرى معرفتهم بالميناء الأثري ودوره وأهميته التي كانت في المنطقة. وذكر خبراء الآثار في الشرح الذي قدموه أن الحفريات التي جرت في مختلف الفترات دون طريقة علمية أضرت جزئيا بالآثار، مشيرا إلى القيام حاليا بالتنقيب والاستكشاف بتعاون الخبراء والمواطنين والأجانب. وأشاروا إلى استكشاف 1% فقط من المنطقة الممتدة ل 40 هكتار، موضحين بأن الآثار الذي يحويه ميناء الدوليس الأثري يجذب الباحثين الأثريين. وحث المعلمون من جانبهم على تنظيم المدارس زيارات منتظمة لإمكانية القيام ببحوث تعليمية وتطبيقية في الآثار وموقع الدوليس. ويبعد ميناء الدوليس الأثري مسافة 56 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة مصوع، مسافة 6 كيلومترات إلى الشرق من بلدة فراو. قام سكان مدينة بارونتو بنفير نظافة لمكافحة الأمراض المعدية والملاريا خاصة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في بارونتو الممرض نزغان برهانة أن النفير هدف لإصحاح البيئة ودفن أماكن تكاثر البعوض قبل حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مدير مديرية بارونتو السيد أوريلا جاكومينو أن أنشطة النفير المنظمة في السنوات السابقة حققت نتائج مرضية، مشيدا بالمشاركة الكبيرة في النفير. وطالب السكان لنقل النفايات في أسرع وقت ممكن وتقوية تنظيم السكان في مثل هذه الأنشطة. قام الإريتريون المقيمون في الخارج والناشطون في التواصل الاجتماعي والناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم دعم مالي لأسرة السيد صالح أحمد عمر التي تضم 4 أبناء معاقين بحوالي 172 ألف نقفة في عنا واطوط في مديرية جرنا. وينضوي المواطنون الإريتريون الذين قدموا هذا الدعم في جمعية تطوير التفكير الإيجابي ويقيمون في دول أمريكا وكندا وإسرائيل. وقال عضو الجمعية السيد داود تخستو والسيدة سنايت هايلة أن الأموال التي تم جمعها بعد نشر معلومات عن الأسرة تم تحت عنوان الكوخ الصامت في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي إطار ذلك قدمت الجالية الإريترية وأعضاء الجبهة المقيمون في جنيف بسويسرا دعم مالي لطفلين وشاب يعانون من إعاقة جسدية في ضاحية عريتاي بمديرية هابرو، وكذلك لشاب فقد كلتا يديه بسبب الألقام. وقد سلم الدعم المالي البالغ 14 ألف ناقفة إلى المعاقين عن طريق وكالة الأنباء الإريترية فرع إقليم عنسبة في 11 من شهر مايو بحضور مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومسؤول الخدمات الاجتماعية والأسرة في مديرية عريتاي. وقال المعاقون الحاصلون على الدعم أن المبادرة تعكس القيم الإريترية، شاكرين المواطنين الذين أرسلوا هذا الدعم. أما الآن إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قال مسؤولون فلسطينيون أن 59 فلسطينيا على الأقل قد لغوا مصرعهم، بينهم 6 أطفال، كما جرح أكثر من 2800 فلسطيني خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي انطلقت في منطقة الجدار العازل في قطاع غزة تزامنا مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. وألقى الفلسطينيون الحجارة بينما استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والقناصة والغاز المسيل للدموع، بينما كان الدخان الأسود يتصاعد من الإطارات المحترقة. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمجزرة، فيما قالت الأمم المتحدة أن ما يجري يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وقال الجيش الإسرائيلي أن 10,000 من مثيري الشغب العنيفين تجمعوا على طول السياج الأمني، وأن قواته كانت تعمل وفقا للإجراءات المعتادة كما قال.
قال مسؤولون وسكان أن مقاتلي طالبان يهددون عاصمة إقليم فراق في غرب أفغانستان في ظل مواصلة القتال بضواحي المدينة حيث تدافع القوات الحكومية عن منطقتين خاضعتين لحراسة الشرطة. وقال مسؤول في حكومة الإقليم وعدة سكان أن قوات الأمن تعمل في المنطقتين الثانية والثالثة الخاضعتين لحراسة الشرطة على بعد 4 كيلومترات تقريبا من وسط المدينة. وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة أن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجوم، لكن بعض السكان قالوا أن طالبان نصبت بالفعل نقاط تفتيش حول المدينة وأنها تفحص بطاقات الهوية. وبهذا القتال يزداد عدد بؤر الصراع في أنحاء أفغانستان منذ أن بدأ طالبان هجومها الربيع السنوي في الشهر الماضي الذي شمل سلسلة من الهجمات الانتحارية في العاصمة كابول. قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم غد الأربعاء لبحث الخطوات اللازمة لتنفيذ تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ويبحث الاجتماع خطط محددة لتنفيذ إعلان قمة 27 من أبريل بين الكوريتين، والذي يتضمن تعهدات بإنهاء 7 عقود من الحرب هذا العام والسعي من أجل النزع التام للأسلحة النووية. وسيكون الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية، والتي أنعشت الآمال في إنهاء 7 عقود من الصراع في شبه الجزيرة الكورية. وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت سابقا أن بيونغ يانغ قررت تفكيك مواقع التجارب النووية في الفترة ما بين 13 و 25 من مايو، وذلك وفاء بتعهدها بالتوقف عن إجراء اختبارات نووية. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أول حاملة طائرات صينية الصنع بدأت تجارب بحرية في ميناء داليان بشمال شرق الصين. وتعد الحاملة الثانية في سلاح البحرية الصيني بعد أن تم تجديد حاملة سوفيتية الصنع أطلق عليها اسم ليونينغ في عام 2012. وبدأت الصين في بناء حاملة الطائرات في نوفمبر 2013، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول 2020 بعد الانتهاء من سلسلة من الاختبارات. وفي الوقت نفسه يجري حاليا بناء حاملة طائرات ثالثة في شنغهاي. ورفعت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام ميزانية الدفاع الوطني 173 مليار دولار، حيث تستهدف بكين تحديث المعدات وتوسيع وجودها العسكري في الخارج. إلى هنا مشاهدينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء.